مساء الخير، مساء الياسمين، اش خباركم؟ فيديو جديد ان شاء الله جيتكم ومجيتش بيدي خاويين، جايبه معايا لاله الحريره وهي اللي كتنفع في هذا البرد. حريره بطريقه تقليديه ما فيهاش بزاف المكونات وزيد وزيد وزيد. غنقادوها اليوم فوق المجمر. لاله غنديروا حريره فوق المجمر ان شاء الله. بلا نبقى عليكم بلا بلا، يلا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير وكذلك كيفاش قديت هاد لاطابل من الاول حتى الاخر. اول حاجه عندي حمص كان مرقد ليله كامله، ممكن تحيدي له القشره ديالو، انا كتعجبنا حنا بالقشره ديالو لانها غنيه بالبروتين. عندي ملحه، خرقوم بلدي، ابزار بيض، ما كنديرش تحميره وما انا ما هذا هي حريرتنا. ما علينا. عندي بصله محكوكه، وهنايا عندي سميتها سفه، شعريه سفه، ما كنديرش شعريه الغليظه. كنخلي غتقولوا غتعجن، لا، ممكن كتخليها اخر حاجه كترميها هي الشعريه وكتطفي البوطه، كتبقى حبه بختها، ما كتعجن ما والو. اهم حاجه عندي العدس. كاين اللي ما كيبغيش يدير العدس في الحريره، ولكن كيقولك حكا كتزرق الحريره، لكن لا، فريمون خصنا نديروا العدس لانه غني بالحديد. عندي الكرافس الجذوره ديالهم، عندي قزبر، وعندي حتى المعدنوس. كان ديجا عندي هذاك في الفريغو كنت مقطعاه، ولكن كنبغي نستعمل في الحريره شي حاجه كتكون طريه. ما ننساش زيت الزيتون، لانني ملي غنبغي ندير البصيله والمكونات ضروري خصنا شويه الزيت. ما كنديرش الزيت العاديه انا كاع بالمره. هنا اول حاجه غادي نبدا بها، اول حاجه غنبدا بها كي قلت لكم، غادي نشعل المجمر ديالي، من بعد غادي ندير البرمه فوق المجمر. وهنا غادي نبدا ندير المكونات. اول حاجه كندير كيف شفتوا كندير البصله، من بعد الحماص، العدس والعطريه ديالي، وكنزيد زيت الزيتون. كنخليهم شويه يتقلاو مع بعضياتهم، ماشي بزاف لان غادي تحرق لي، ولكن كاين هذيك البصله طالقه هذاك الماء. من بعد كنحرك كل شيء. من بعد كنبدا في نفس الوقت كنحاول ان العافيه ديالي ما تمشيش ليا لان كاين البرد، ولكن صافي هنا راه زهرات. صافي كنحاول انني نبلل بالماء ديالي. الماء ديجا كنت جبتو من روبيني سخون طايب، من الاحسن لان باش كتعاوني هذيك الحريره دغيا طيب. من بعد كنمشي نقطع الكرافس كيف ما كتشوفوا. غتقولوا علاش ما درتيهمش؟ لا، راه غير رميهم دابا، غير من الاحسن ما ترميهمش من الاول، الريحه ديالهم كتمشي. غتقولوا لي علاش القزبر ما درتيش معاها؟ القزبر صراحه هاد الطريقه ديال عكوزتي، كتخلي حتى اخر حاجه كديرها هي القزبر. قزبر اخر مرحله حتى صافي، حتى تقريبا تقدري ديري قبل ما تدوري الحريره كاع لا بغيتي، لان باش عرفتي على ريحه كتبقى فيه يا سلام. هنا كتشوفوا راني درت باش غادي ندور الحريره ديالي بالدقيق القمح الكامل، ممكن تدوري حتى بالشوفان مطحون. صافي كنت درت الكرافس هما طابو. من بعد كندير الدقيق ديالي. من بعد كندير مطيشه، هنا راه مخلطه مطيشه مطحونه طبيعيه مع معجونه. هنا كيف ما كتشوفوا. من بعد درت القزبر، راه كتجي يا سلام، والله ما شهيتكم فيها، عرفتي فيها ريحه الدخان، لا اله الا الله. راه تذوقوا حتى الحريره تعيا، ولكن باش ديريها فوق المجمر كتجي يا سلام. ومن بعد كيف ما شفتوا زدت شعريه سفه، هي اخر حاجه لانها كطيب غير في البخار. حتى لك درتوها فوق البوطه حيدوها هذيك الساعه، كترميوها كتحركوا باش ما تلصقش ليكم، لانها خصها ضروري تبقاي تحركي باش ما تلصقش. وهذه هي الحريره ديالي. انا من بعد ما رميتها دابا صافي غادي نحيد يعني الحريره من فوق المجمر، غنديرها في السوبيره ديالي. عرفتوا كي جات؟ نعاود لكم الريحه وسط الثلوجات، شي حاجه واو. شنو هي الحريره وسط الثلج متقاديها فوق المجمر؟ صراحه جات شي حاجه زوينه بزاف، ونتمنى حتى نتوما تجربوها. كيف كتشوفوا كنحاول نصور لكم الاجواء كيفاش دايره، عرفتي دايره بك الثلوجات وفي نفس الوقت الحريره سخونه. كاين شي بنات في الانستغرام قال لي كيفاش تهزيتي البرمه، شوفوا راه مع الثلج والدنيا بارده، ما جاتنيش كاع سخونه كاع البرمه والله العظيم. صافي هنا كنبدا نقاد لاطابل ديالي، كنشعل الشميعه، كنحط التميرات. ضروري عندي هادوك اللعيبات ديال التمر، ديما هادوك كندير فيهم التمر كيكون موجود. ملي كتخوى غير تزيد شويه نعاود ثاني نزيدهم باش يعني ديما يكونوا موجودين. هذيك
الاخرى عمرتها بمحينشه والاخرى عمرتها بالشريحه. عاوتاني هنايا هذه ثاني التمر بالبيستاش باش نرافقها. يعني راكم عارفين الحريره حنا الشباكيه ما كايناش عندي حتى رمضان ان شاء الله ونقادوها. انا صراحه ما كنديرش الشباكيه مقليه، كنديرها في الفران لان مقليه ورمضان وزيوتات ما كتجينيش. صافي كنحط هنايا السوبر ديالي، كنبدا خصني نخوي لكل واحد زلافه ديالو كيف ما كتشوفوا هنايا. صراحه حاجه وحده اللي باقا خصني ناخذها هي المغرفه الكبيره. عندي هادو ديال النحاس هما باش كنخوي. عندي صراحه مغرفات ولكن ماشي عندي غير ديال الانوكس، لانني كنت كنخدم انا كيف ما كتشوفوا بالنحاس بزاف، ما جاتش نخوي بهذيك ديال الانوكس. ومن بعد غناخذ مغرفه كبيره لا لقيتها ولا نشوف الدار يصيفطوها ليا ولا هبط انا المغرب نجيب ديال الخشب الكبيره. هذيك زوينه، هذيك كتجي تقليديه ديال بصح. وهذه هي لاطابل ديالي وهذا هو العشاء ديالنا. صراحه ماشي فطور هذا لانني حريره انا ما نصبتها. راه هنايا راه شوف غتبان لكم الظلمه، راه الله كانت 4:30 راه صافي 4:30 راه عندنا الظلمه. غتقولوا هذه كتكطيب في الليل، انا نصبتها شويه مع 3 ولكن بقيت دغيا الظلمه ظلامت. وقبل ما نمشي نقول لكم تهلاو في ريوسكم، حاولوا تخلقوا اجواء زوينه لريوسكم، لان لما خلقتوش اجواء زوينه في هاد الغربه وحق الله العظيم راه غتجيبوها غير في ريوسكم. تحاولوا انكم نتوما تخلقوا سعاده بيديكم، حاولوا انكم تهتموا بريوسكم. غتقولوا كيفاش ممكن؟ لا نقاد غير ماسك راسي راه غتحسي براسك هي هذيك تنوضي تصبغي غير شعرك راه غتحسي بواحد التغيير بواحد الفرحه كتدخليها لراسك. راه ما تسنيش شي واحد غادي يجي يدق عليك يقول لك اجي ندير لك ونفعل لك وهذا لا نهائيا. حاولوا تقادوا الماكله ديالكم، حيدوا السكر غير راه سم السكر راه سم البنات، راه ما كتحسوش به ولكن مع المرور ديال الايام راه غاديه تحسي به. كتولي محيطمه، كتولي بزاف د الحوايج كتولي دغيا كتنيرفاي. يعني حاولوا تقادوا حياتكم بوحديتكم مع هاد الاجواء، لان راه ماشي ساهل شحال من شهر والنفس كتشوفي نفس المنظر ابيض في ابيض ماشي سهله. وهنا غنقول لكم السلام عليكم.